متابعي القناة عارفين اني من وقت للتاني بحب اجيب مفهوم ادبي وادي عليه امثلة من اعمال فنية مختلفة. في الفيديو ده هنتناول مفهوم شهير وذو شعبية وهو الديستوبيا، والاعمال الادبية والفنية اللي بتتبنى المفهوم ده بتندرج تحت مصطلح خيال ديستوبي او ديستوبيان فيكشن. الديستوبيا او العالم الديستوبي هو عالم بائس كئيب كل اللي فيه تعساء لسبب او لاخر، سواء السبب كان حكومة مستبدة او احتلال او حتى كارثة طبيعية او غير طبيعية. انا كنت محتار ادي امثله من افلام ولا العاب ولا مسلسلات ولا روايات، علشان كده قررت ادي امثله منهم كلهم. في الفيديو هنا هنشوف 10 امثله عن الديستوبيا من روايه و3 العاب و3 مسلسلات و3 افلام. يوتوبيا معناها المدينة الفاضلة، مدينة أو مجتمع بيتميز بأن سكانه كلهم سعداء، الناس بيمتلكوا كل احتياجاتهم وبيتمتعوا بكل أنواع الرفاهية. بسبب أن ده مفهوم صعب الوصول ليه في الحياة الحقيقية، في أعمال فنية قليلة بتستكشفه، ومعظمهم بيستكشف حتمية تحول اليوتوبيا إلى ديستوبيا مع الوقت، وده يودينا للمصطلح المضاد واللي هنركز عليه في الفيديو ده. الديستوبيا هي مدينة أو مجتمع بائس كل اللي عايشين فيه تعساء، محرومين، مسلوبين حريتهم أو سلامتهم دايما مهددة. وبرضه لازم اوضح الفرق بين الديستوبيان سيتنج والبوست ابوكاليبتيك سيتنج. بوست ابوكاليبس يعني عالم ما بعد كارثه نقدر نصفها بنهايه العالم، يعني بنشوف فيه الشخصيات وهي بتتعامل مع ما تبقى من المجتمع بعد انهيار الحضاره، بينما الديستوبيا بيبقى لسه في حضاره ومجتمع لكنه مجتمع تعيس. عارف ان في اعمال كتير مش هذكرها بحكم اني محكوم ب10 بس، لكن انتم مرحبين تكملوا القائمه في التعليقات وتكلمونا عن اي امثله تانية. اول مثال هو تقريبا من اكثر الروايات الديستوبيه شهرة، رواية 1984 تأليف جورج أورويل. الرواية اتنشرت في الأربعينات، وبالتالي سنة 1984 دي بالنسبة لوقتها كان تاريخ مستقبلي. في المستقبل الخيالي ده العالم شكله اتغير تماما نتيجة حروب مستمرة وثورات انتهت ب3 دول عظمى هم اللي بيحكموا العالم. أحداث الرواية بتقع في بريطانيا، واللي بتبقى مجرد مقاطعة تحت حكم أوشيانيا، واحدة من ال3 دول عظمى دول. أوشيانيا بيحكمها حزب واحد شمولي ديكتاتوري تحت قيادة شخص اسمه الأخ الكبير اللي محدش شافه ولا يعرف هو موجود اصلا ولا لا. في اوشيانيا الحكومة بتتحكم في كل حاجة بيعملها مواطنين، من اول اللغة اللي بيتكلموها لحد الشغل اللي بيشتغلوه. شرطة الفكر بشكل مستمر بيراقبوا الناس في بيوتهم وفي الشارع وفي شغلهم، وبيعاقبوا اي نوع من التفكير المختلف او حتى لمحة نقد للحكومة. وعلى مدار الرواية بنشوف بطل القصة وينستون سميث وهو بيحاول زي معظم القصص الديستوبية انه يتمرد على النظام ده. تاني مثال على القائمة واول مثال من الالعاب هو لعبة وي هابي فيو. احداث اللعبة بتقع في عالم بالترنت هيستوري او تاريخ بديل. في امريكا ما انضمتش للحلفاء، وده اتسبب في انهم خسروا الحرب العالمية الثانية، والمانيا بتنجح في غزو بريطانيا. ابطال اللعبة بيكونوا عايشين في مدينة خيالية في بريطانيا اسمها ويلينغتون ويلز. اهل المدينة دي عملوا صفقة مع الجيش الالماني وادوهم حاجة مقابل ان المانيا تخرج من المدينة. المانيا بالفعل خرجت من ويلينغتون ويلز، لكن الصفقة دي كانت حاجة سيئة جدا لدرجة ان اهل المدينة كلهم اتفقوا ان محدش يتكلم عنها ابدا. وبالفعل المدينة بتنعزل عن العالم كله، وبتنشأ فيها حكومة بتجبر الشعب انه ينسى الذكرى الحزينة دي، وده عن طريق اجبارهم واحد واحد انهم ياخدوا عقار هلوسة اسمه جوي، وده مخدر بيخليهم يشوفوا كل حاجة وردي وجميلة بالرغم من ان كل حاجة سيئة جدا. الحكومة بتعين ناس يمسحوا اي اخبار حزينة من الجرايد، وبتراقب الناس باستمرار وبتجبرهم يلبسوا اقنعة عليها ابتسامة، واي حد بيرفض ياخد العقار ده او بيظهر اي علامة حزن الحكومة بتقبض عليه وبيختفي تماما. ثالث مثال وتاني لعبة في القائمة هي لعبة هاف لايف 2. بعد احداث هاف لايف 1 في مجموعة من البوابات بتتفتح بين عالمنا وعالم تاني بيجي منه امبراطورية فضائية اسمها ذا كومباين، ودول بيهدفوا لغزو كل العوالم في كل الاكوان علشان يخلوها تحت سيطرة الامبراطورية دي. الكومباين بيحتلوا كوكب الارض باكمله وبيحكموه بالحديد والنار، بيبداوا يستنفذوا كل موارد الكوكب، والبشر بيبقوا دايما تحت المراقبة، وعساكر الكومباين بيخطفوا الناس ويعذبوهم تحت الاستجواب. الكومباين كمان بيحطوا مواد في المية بتخلي الناس يفقدوا الذاكرة ويبقوا اسهل في السيطرة عليهم، وكمان عملوا جهاز بينتج حاجة اسمها سبريشن فيلد، وده حقل بيتسبب في منع البشر من الانجاب علشان يقضوا على البشرية ببطء. بطل اللعبة جوردون فريمان بينضم للمقاومة اللي بيحاولوا انقاذ الارض وتخلصها من احتلال الكومباين. تقدروا تشوفوا قصة سلسلة هاف لايف كاملة في فيديو على القناة من الرابط الموجود على الشاشة
الشاشة وهتلاقوه في الديسكريبشن. رابع مثال على القايمة وتالت لعبة معانا هي لعبة بايوشوك. لعبة بايوشوك بتدور في مدينة رابتشر، ودي مدينة مبنية بالكامل في قاع المحيط، أنشأها راجل اسمه أندرو رايان علشان تبقى اليوتوبيا اللي بتخلو من أي سلطة حكومية والحرية فيها مطلقة للمواطنين. رابتشر بالفعل بتبدأ كيوتوبيا ذات اقتصاد مذهل وتكنولوجيا متطورة جدا لدرجة إن بقى فيها منتج اسمه بلازميد بيدي الناس قدرات خارقة. لكن بعد كده بيظهر شخص غامض اسمه أتلس بيحشد الناس ضد حكم رايان، وبيبدأ هو وجماعته ينفذوا عمليات إرهابية في المدينة. رابتشر بتقع في حرب أهلية بتتسبب في دمار المدينة بالكامل، والأسوأ إن سكان رابتشر بقوا مدمنين المادة اللي جوه البلازميد وبقوا يقتلوا بعض علشان يحصلوا عليها. بطل اللعبة جاك كان على متن طيارة بتتحطم بالصدفة جنب مدخل المدينة دي، ومع جاك بنستكشف الماضي الحزين والصادم لرابتشر اللي اتحولت لديستوبيا بسبب الصراع بين حكم أندرو رايان وبين أتلس وجماعته الإرهابية. في فيديو برضو على القناة بيشرح قصة بايوشوك 1 بالتفصيل، تقدروا تشوفوه من الرابط اللي على الشاشة فوق وموجود في الديسكريبشن. خامس مثال في المجمل وأول مثال على مسلسل هو مسلسل ذا هاندميدز تيل، مستوحى من رواية بنفس الاسم. ذا هاندميدز تيل بيقع في مستقبل خصوبة البشر فيه بتنزل لمستويات خطيرة جدا، والولايات المتحدة سقطت نتيجة حرب أهلية ونشأ مكانها دولة شمولية سيقراطية اسمها جيلياد. في الدولة دي الرجالة بس هم اللي ليهم الحق يتعلموا أو يشتغلوا أو حتى يملكوا ممتلكات، والستات بقوا متقسمين لأدوار معينة ما ينفعش يخرجوا منها، ومن ضمن الأدوار دي حاجة اسمها هاندميد أو خادمة. الخادمات بيتم امتلاكهم من كبار الرجال في الدولة علشان يخلفوا منهم عيال وبس، يعني كأنهم مجرد آلة للإنجاب فقط بغض النظر عن رغباتهم. وطبعا حقوقهم وحرياتهم مسلوبين بالكامل، حتى اسمهم ممنوع يتقال وبيتسموا على اسم مالكهم، زي ما بطلة المسلسل اسمها أفريد وده لأن مالكها اسمه فريد. سادس مثال وتاني مسلسل هو بلاك ميرور. بلاك ميرور بيندرج تحت نوعية اسمها انثولوجي سيريز، يعني مسلسل حلقاته منفصلة وكل حلقة بتبقى ليها قصة مختلفة، لكن اللي بيجمعهم هو ان كل حلقة بتستكشف مستقبل مختلف وآثار التكنولوجيا المحتملة على البشر والمجتمع. في حلقة من الحلقات بنشوف عالم الناس فيه لازم يسوقوا عجل بيولد طاقة علشان يكسبوا كريدت محتاجينه في كل حاجة في حياتهم، وفي حلقة تانية بنشوف عالم موازي فيه تكنولوجيا بتسمح للناس انهم يسجلوا كل حاجة بيشوفوها او يسمعوها، وهل دي حاجة حلوة ولا وحشة. في حلقة تانية بنشوف مستقبل فيه تكنولوجيا بتسمح للناس انهم يحبسوا نسخة من وعيهم جوه آلة ويجبروها تدير البيت ليهم، مما بيفتح المجال لمناقشة أخلاقية مثيرة للاهتمام. أفكار المسلسل هدفها تخلي المشاهد يعيد التفكير في علاقته بالتكنولوجيا وتأثيرها عليه والمترتب عليها من مسائل أخلاقية وفلسفية واجتماعية. سابع مثال وآخر مسلسل هو مسلسل ويست وورلد، برضه بيندرج تحت الخيال العلمي المستقبلي. المسلسل بيتكلم عن مدينة ملاهي اسمها ويست وورلد. المدينة دي مصممة على شكل الغرب الأمريكي القديم، وكل اللي عايشين فيها هم في الحقيقة روبوتات مصممين على إنهم يعملوا حاجات معينة على مدار يومهم من غير ما يكونوا عارفين أصلا إنهم روبوتات. زائري المدينة دي بيقدروا يعملوا أي حاجة في ويست وورلد وفي الروبوتات اللي عايشين فيها بدون خوف من أي عواقب، وده لأن الروبوتات مبرمجين بشكل يخليهم ما يقدروش يأذوا البشر. العالم ده بيبدأ ياخد مسار مثير للاهتمام لما عدة روبوتات بيبدأوا ينالوا وعي أو يدركوا إن حياتهم مجرد كذبة. المسلسل برضه بيستكشف أسئلة فلسفية عن طبيعة الوعي وعن مدى أخلاقية الموقف ده كله وعن علاقة الإنسان بالتكنولوجيا وتأثيرها على المجتمع. تامن مثال على القائمة وأول مثال في الأفلام هو فيلم لوجانز ران، مبني على كتاب بنفس الاسم. لوجانز ران أحداثه بتدور في مستقبل من المفترض إنه يوتوبي لأن الناس كلها بيتمتعوا برفاهية مرتفعة والموارد دايما متاحة، لكننا بنكتشف إنه في الحقيقة مستقبل ديستوبي، لأن السر ورا الإتاحة المستمرة للموارد دي هي إن الكمبيوتر اللي بيدير العالم ده بيتحكم في الإنجاب والبقاء بتاع كل السكان، وده عن طريق إنهم مركبين ساعة في إيد كل إنسان أول ما يتولد، والساعة دي بتدي إنذار أول ما الشخص يوصل لعمر ال30، وأول ما يوصل للعمر ده بيتعدم علشان يحافظوا على نسبة السكان ثابتة ومنخفضة. أي حد بيحاول يهرب من المصير ده بيتم مطاردته من شرطة اسمهم ساندمان، وبطل الفيلم لوجان هو واحد من الشرطة دول. الكمبيوتر الحاكم بيديله مهمة إنه يلاقي مكان سري الهاربين بيستخبوا فيه، وزي باقي أبطال العوالم الديستوبية لوجان بيبدأ يتمرد هو كمان وبيبقى هو نفسه هارب. تاسع مثال وتاني فيلم معانا هو The Hunger Games. سلسلة The Hunger Games برضو مبنية على سلسلة كتب. السلسلة بتقع في المستقبل في دولة اسمها بانم، فيها العاصمة الحاكمة بتمتلك كل الثروات والموارد، وال12 منطقة اللي حواليها مش لاقيين ياكلوا. والأسوأ من ده كله إن العاصمة الحاكمة كل سنة بتجبر
سكان كل منطقة من المناطق ال 12 دول انهم يقدموا ولد وبنت بشكل عشوائي علشان يشاركوا في برنامج تلفزيوني اسمه The Hunger Games او العاب الجوع. البرنامج ده عبارة عن ان الاولاد والبنات دول بيحاربوا بعض حتى الموت لحد ما واحد منهم بيتبقى، واللي بيتبقى ده المنطقة بتاعته بتاخد اكل وموارد تكفيهم لحد السنة الجاية، وكل ده لهدف تسلية سكان العاصمة. بطلة الفيلم كاتنيس إيفردين بتتطوع بنفسها علشان تدخل مكان اختها الصغيرة اللي الاختيار العشوائي جه عليها، وبنشوف كاتنيس وباقي الشخصيات بيحاولوا ينجوا من الصراع اللي محدش فيهم اختار يبقى جزء منه. عاشر واخر مثال للافلام وفي القايمة كلها هو فيلم ذا ماتريكس. في المستقبل الآلات بيتمردوا على البشر وبيسيطروا على العالم، وبقوا يتغذوا على الطاقة اللي جسم البشر بينتجها عن طريق وضع البشر منذ ولادتهم جوه محاكاة اسمها المصفوفة أو ذا ماتريكس. جوه المصفوفة البشر عايشين حياة عادية جدا زي حياتنا وما عندهمش فكرة العالم الحقيقي شكله عامل ازاي، بينما في العالم الحقيقي هم مجرد جسم نايم جوه آلة. بطل الفيلم توماس أندرسون بيقابل ناس غامضين بيصدموه بحقيقة العالم وبيخيروه بين انه يفضل في المحاكاة والعالم العادي اللي الحياة فيه طبيعية لكنه عالم وهمي، او انه يصحى للعالم الواقعي اللي البشر الصحيين فيه مطاردين باستمرار من الآلات وحياتهم دايما مهددة. أندرسون بيختار انه يصحى للعالم الواقعي بالرغم من قسوته وانضم للمقاومة اللي بيحاولوا التغلب على الآلات واسترداد حرية البشر. ما تنسوش تكلمونا في التعليقات عن الأمثلة التانية اللي ما ظهرتش في الفيديو ده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحة الفيسبوك، وبرضه لو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحة القناة على باتريون من الرابط الموجود على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.